قبل صلاة الصبح بقليل كنا في زنقة سيدي قاسم بحي الصفائب الجديدة. هي عملية أمنية دقيقة. عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية طلبوا منا الانتظار إلى حين تأمين محيط المكان. القناصة فوق أسطح المنازل المجاورة للمكان الهدف، وثلاث طلقات نارية تحذيرية قبل اقتحام المنزل. منزل كان بداخله مشتبه بهما اثنان عمرهما على التوالي 20 و24 عاما. الصباح دخل لي الصوت الثانيه وكتسمع الباب كيتخابط مع ديك الصاله ديال الفجر. اذا بي كنطلعوا نشرجوا كاين الناس ديال الامن ملي هبط كنلقى الامن بزاف. أعين السكان من الجيران تابعت هذه العملية الأمنية، وفجأة انفجار يذوي داخل المنزل، وبعد ذلك تكشف لكم كاميرا القناة الثانية ما كان يعده الإرهابيون الدواعش: سترتان مزودتان بحزامين ناسفين، وسراويل عسكرية، وعصي تلسكوبية، 4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازان للاتصالات، وضمن المحجوز أيضا 7 مسدسات ومسدس رشاش، وكمية كبيرة من الذخيرة الحية. هذا بالإضافة إلى مبلغ مالي مهم ومواد كيماوية وسوائل تستعمل في مثل هذه الجرائم الإرهابية. بكل صراحة المجرمين باغيين يتعداو على السيادة ديال التراب ديالنا، ولكن الأمن ديالنا إن شاء الله يكون لهم بالمرصاد. كيجي باساجي كيريح هنايا كتعرفيش كاع شنو شحش من راسو كاع، كيجي كيشد البيت ولا دار هنايا صافي يبقى ما راه كاع كيدخل لك براءة ويخرج براءة، ما تعرفش كاع شنو شحش من راسو. امن قال لك السيدي هنايا 3 اشهر معاسين على الدار، وهاد الزنقه كانت هانيه، وكانوا يقولوا لي ديما ما كاين فيها لا غوت لا صداع تجاوز الناس، ما عرفنا شنو كاين. يقظة عناصر الأمن من المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لحماية التراب الوطني جنبت المغرب حمام دم، خاصة وأن نوعية المحجوز تؤكد على أن الهدف أو الأهداف المفترضة كانت إيقاع عدد كبير من الضحايا وترويع المواطنين.